الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام على قناة سلام. هذه الحلقة تأتي بعد عيد الفطر المبارك لعام 1444، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. نعود إلى برنامجنا الدائم، والدائم هو الله سبحانه وتعالى، برنامج رسالة سلام. هذا البرنامج الذي كم نحن بحاجة إليه في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية، سواء كان في فلسطين، في بيت المقدس، وفي غزة، من حروب تنافي السلام، وكذلك ما يشهده اليوم السودان من حروب أيضا أهلية تنافي السلام، وأيضا ما كان حاصلا في أثيوبيا في الحروب الداخلية فيما بينهم، حتى طالت هذه الحروب دولة إريتريا وجيشها. فكم نحن بحاجة إلى أن نفهم مفهوم السلام ماذا يعني، ولذلك نحتاج أننا نعيد النظر كرات ومرات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السلام هو الذي جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك سنته سواء كانت سنن كبيرة ذات معاني عظيمة، أو في نظرنا أنها سنن صغيرة ذات معاني صغيرة، فإنها في دائرة السلام تحمل معنى كبيرا وتحمل هدفا عظيما. اليوم سنتحدث بما يتناسب مع عيد الفطر المبارك، ألا وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يبكي ويحزن ويضحك، وتنطبق عليه آيات الله عز وجل كقوله: وهو الذي أضحك وأبكى، وأنه أضحك وأبكى. الآية الكريمة وأنه أضحك وأبكى. فالضحك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنته المعروفة المشهورة المتواترة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرى في حياته صلى الله عليه وسلم إلا ضاحكا متبسما. فتعتبر إذن هذه السنة سنة عظيمة كبيرة مشهورة. ولو جئنا نتحدث عن الضحك في اللغة العربية، ما معناه؟ يقولون هو انبساط الوجه، ويعني تلألؤه وانشراحه. يقولون أهل اللغة: الضحك هو انبساط الوجه، أي تهلله وتلألؤه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإذا تهلل الوجه لسرور قام به انفتح الفم على الهيئة المعروفة. بل حتى أن رسمة البسمة والضحك تبعث في النفس الفرحة، وبسمة الحزن تبعث في القلب الكآبة. فانظر كيف خلق الله عز وجل هذا الإنسان حتى في ضحكه وفي ابتسامته. أمر عجيب، إذا إنسان ابتسم وضحك هكذا يعني يصبح وجهه جميلا،
فإذا حزن وبكى يصبح وجهه كئيبا، يعني تحزن النفس لحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان غالب حياته؟ هل كان غالب حياته الحزن والكآبة؟ لا أبدا، رغم أنه هو أعلم بالله وأخشاهم إليه، ومع ذلك كان دائما منبسطا منشرحا مبتسما. فإذا كان هذا هو تعريف أهل اللغة للضحك، نأتي إلى أقسامه. الضحك يبدأ من التبسم، وهو انفتاح الفم، وهو انفتاح الشفايف دون الفم هكذا، هذا يسمى تبسم. وكان هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالغ صلى الله عليه وسلم في تبسم تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم. النواجذ هي الأضراس الأخيرة، يعني ينبسط في ابتسامته بشكل كبير صلى الله عليه وسلم. والضحك يكون فيه انفتاح الفم بشكل كبير مع صوت بسيط، والقهقهة تكون انفتاح الفم مع صوت مرتفع، هذه تسمى القهقهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأولى والثانية ولا يفعل الثالثة لأنها تذهب المروءة. فكان غالب فعله صلى الله عليه وسلم التبسم، الذي هو رسمة في الوجه، رسمة جميلة جدا دون ما يكون هناك صوت. هكذا صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، أو تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم. أما القهقهة ها 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 لم يكن ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي السؤال الآن: على ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم؟ يعني ما الدواعي لابتسامته أو لضحكه صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا يؤكد لنا أنه لم يكن يقهقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطيبي رحمه الله: جعل التبسم من الضحك واستثناؤه منه، فإن التبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم. ومنه قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. هذا سليمان عليه السلام، فتبسم ضاحكا من قولها، أي شارعا في الضحك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وكما قلت لكم، هذا الفرق بين تلك الأقسام الثلاثة من التبسم والضحك والقهقهة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، في كتابه فتح الباري.
وكما قلت لكم مشاهدي الكرام، ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي سمته المعروفة، فكان يرى متبسما في الأسواق، متبسما في المساجد، متبسما في المجالس، متبسما في كل المناسبات، اللهم إلا إذا كان هناك أمر يستدعي إلى الغضب لله فإنه يغضب عليه الصلاة والسلام، ولا يغضب إلا لله عز وجل، لكن غالب وقته وغالب حياته هو التبسم للناس. فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هذا جرير بن عبد الله الصحابي الجليل المعروف، هكذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حجبه قط. وهذا يدلك على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن على أبوابه حجاب يمنعون الدخول الناس. نعم، الاستئذان كان موجود، لكن لم يكن بهذه الصورة التي الآن نحن لو أردنا أن نلتقي بشخصيات مرموقة من مثلا الوزراء أو من المسؤولين فإن ذلك دون ذلك خرط القتاد، ما تستطيع تقابلهم بسهولة أبدا، لا أن تكون هناك مناسبة أو يكون هناك أمر. أنت يعني صحيح أنهم مشغولون، لكن الحقيقة اللقاء بهم ليس سهل جدا، ليس سهل أبدا أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كان اللقاء بهم سهل، وكان الناس يستفيدون منهم ومن علمهم وهديهم وسمتهم. الشاهد من هنا يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وما رآني إلا تبسم أو ضحك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا بلا شك من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتسامة لها تأثير بالغ ومفعول ساحر على الآخرين، فقد فطر الله الخلق على محبة المبتسم الوجه المشرق، ولذلك جاء في الحديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني إذا لقيت شخص تقول له: حياك الله، كيف حالك، بشرنا عنك يا أخي، كيف حال، يا سلام، هذه تكتب لك صدقة. إيش هذا الدين العظيم الذي بالابتسامة تكتب لك صدقة؟ بالله في أحد يعني يزهد عن هذا؟ يعني شوف الحسنات تأخذها بكل سهولة ما دمت مسلما لله عز وجل. بل يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. بوجه طلق يعني طلق بمعنى وجه منبسط. ايه والله، لذلك كان هذا التبسم نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن تلقى أخاك بوجه مبتسم يكتب لك في ذلك حسنة. وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعث في قلبك أيضا البهجة والسلام والأمن والاستقرار. لا يأتي مع البسمة والضحك إلا السلام والأمر والاستقرار. انظروا إلى هذا النبي الكريم الذي أتى بكل شيء، هو الذي أتى بالجهاد والقتال في سبيل الله، هو الذي أتى بالأسر وضرب أعناق الكفرة، هو الذي أتى بالعدل والإنصاف، هو الذي أتى بإعطاء حقوق المرأة، هو الذي أتى أيضا بالضحك والانبساط والمزاح واللعب في حدود الشرع. هكذا يدلك فعلا على أن هذا الدين دين مكتمل، دين مكتمل يصلح أن يكون للبشرية من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة دين. يعني ولذلك ربنا عز وجل يقول: اليوم
أكملت لكم دينكم، دين كامل من جميع أوصافه، حتى من هذه الجوانب التي نحن نظن أنها جوانب قشور كما يسمونه بعضهم، ليس بقشور، هذه من أصول هذا الدين ومن مكملاته للأصول. لا يمكن يكتمل الدين بمجرد أن نكون نحن أشداء على التوحيد أو ندعو إلى التوحيد بشدة وننبذ الشرك والكفر، ممتاز. في نفس الوقت أيضا ينبغي أن يكون عندنا تلاطف ومزاح، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذا وهذا وهذا. لو تتبعنا مواقف الضحك والابتسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أمرنا بأن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ونحن نحن معاشر البشر نبحث عن الهداية وعن الرشد، لذلك نحن ندعو الله في أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن نحن نطلب الهداية من الله، وهو الذي أنزل إلينا القرآن في رمضان وقال: هدى للناس، وفي القرآن قال: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن تعالوا بنا لننظر أين مواقع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: ورأساه ورأساه. قال: بل أنا ورأساه. قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الحوار الجميل بين الزوجين، كيف يكون فيه الملاطفة ويكون فيه المداعبة. يعني كان من هدي عليه السلام أنه يزور البقيع، وهو مقبرة بجوار المسجد النبوي الشريف، وفيها من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن العلماء الأجلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور بقيع القرقد ما بين فترة وأخرى. فلما رجع قالت: ورأساه. فقال لها: لو أنك متي فغسلتك ودفنتك. فقالت له: إنما ترجع وتتزوج بعدي مباشرة، نعم، ولا تستغفر لي. هذا قصدها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لشدة غيرة المرأة، وأنه ما همها الدعاء وما همها استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لها، ما هم هذا كله، نسيت هذا في مسألة الغيرة. قال: بل ترجع تتزوج بعدي. وهذا الحاصل بين النساء اليوم، غيرة شديدة. نسأل الله تعالى أن يهديهن وأن يخفف عنهن هذه الغيرة التي كتبها الله في قلوبهن. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لها ليخفف عن غيرتها، تبسم لها متلطفا صلى الله عليه وسلم، فإن تبسمه تشرق له الشمس عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من مواقفه الطريفة صلى الله عليه وسلم في الضحك، قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها. سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها
بعد خديجة، وثم بعد سودة تزوج النبي عليه السلام بعائشة، فالآن زوجتان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد. فقالت زارتنا سودة، وهذا أيضا من السنة أن تزور الضرة أختها ويكون بينهم محبة ووئام غير موجودة، لكن لا يكون هناك بغضاء وكره، هذا لا يجوز، بغضاء وكره لا يجوز، لكن غير لا بأس. انظروا على كل حال إلى هذا الموقف الجميل بين سودة وعائشة. قالت زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها. شوف الوصف الدقيق إلى هذا المجلس النبوي مع زوجاته، يعني أنت كأنك كاميرا مسلطة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، سودة على يمينه وعائشة على يساره، رجل في حجر سودة ورجل في حجر عائشة. إيش رأيكم في هذا المنظر الجميل؟ ما رأيكم في هذه الجلسة الجميلة النبوية مع زوجتين، رجل في حجرها؟ الحجر هو ما بين الصدر وما بين السرة، هذا الحجر، أليس كذا؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري وحجري وسحري ونحري. منطقة السحري هذه منطقة يعني حساسة، لكن ما خجلت عائشة أن تنقل لنا هذا المنطقة. شوف رجل النبي عليه السلام هنا ورجل الآخر هنا، رأيتم تصورتم هذا المنظر الجميل، وزوجتان ضارتان يعني ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بينهما ويحصل بينهما هذا الموقف. والأخرى في حجرها فعملت لها حريرة. الحريرة هي طبخة خفيفة مثل حساء مطبوخ من الدقيق والدسم والماء، والخريرة يعني لحم يقطع ثم يطبخ بماء كثير وملح، فإذا نضج يعني إذا نضج أو نضج يذر عليه الدقيق ويعصد به، يعني كأنها عصيدة فيها شوية لحمة وفيها شوية عجين وفيها شوية يعني مرقة كما يبدو لي. قال يعني على الشك من راوي الحديث أنها خزيرة، فقلت كلي. يعني هذه طبخة الآن النبي عليه السلام جالس، إحدى رجليه في سودة والأخرى في عائشة، وبينهم قصعة فيها حريرة أو حزيرة. فقالت لها عائشة كلي، فأبت أن تأكل، فقلت لتأكلي أو لألطخن وجهك. يعني خلينا نسميها احنا باللغة الإريترية قالت تأكلي ولا ألطخ وجهك بهذا الأكل. فأبت، قالت لا ما لي نفس آكل. قال فأخذت من القصعة شيئا، قالت فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيل مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. يا سلام يا سلام، ما هذا الموقف الجميل، وما هذه الجلسة المباركة بين زوجتين ضارتين وبينهما رسول الله، ويحصل بينهم هذا المزاح الجميل. تلطخ به وجهها، ويرفع النبي عليه السلام رجله من حجر سودة من أجل أنها تقوم فتأخذ من القصعة شيئا وتلطخ به وجه عائشة. يعني انظروا، هو مزاح جلسة، كان بالإمكان عن عائشة أن تمانع أو أنها تبتعد، لكن هو مزاح. ولا يأتي أحد يقول لي كيف يلعبون بالنعمة وكيف يلعبون بكذا. يعني
هذا ليس سخرية بالنعمة، وإنما هو مزاح، وبعد ذلك سيتم تنظيفه ويعود ويأكلونه لا بأس. فانظروا إلى هذا الموقف الجميل، وإلى هذه الملاطفة النبوية الكبيرة. لا تستطيع الأقلام أن تعبر عن عظيم فرحة الناس بهذه المواقف، أو عن عظيم ما كان من فرحة وسرور بين هذين الزوجتين، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بينهما يضحك. أيا أيها المعددون، أيتها النساء الضارات، اتقين الله في أنفسكن، وكن ملاطفات، وكن طيبات مع ضراتكن. اتقين الله، هذا هو ديننا، هذه هي عاطفتنا، هذا هو منهجنا، هذا هو نبينا. من أراد أن يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسلك بهذا، فلندع الحقد والحسد، ولنضع هذه الأمور كلها خارج عن قلوبنا، ولنتمتع بالسنة النبوية الكريمة. لو جلست أقرأ عليكم هذه القصة مرات وكرات هل تملون منها؟ والله ما أحد يمل من هذا الموقف الجميل بين سودة وعائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وهي تلطخ وجه أختها، وأختها تلطخها في وجهها أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بينهم يضحك. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. ثم دخل عمر أو استأذن عمر فقال، إذا عمر يقول يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. فقالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا انتهت القصة بهذا الموقف. جاء عمر وأنهى هذا المزاح لهيبته رضي الله عنه وأرضاه، فهذا هو المزاح منهما رضي الله عنهما. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك سرورا لما دار بينهما من ملاطفة ومدابعة. أين هذا من الضرات التي تلعن أختها وتسبها وتقول والله لا أتمنى أن أقف معك في أي بيت أو في أي منزل؟ أين هذا؟ هذا مخالف لهدي النبي عليه السلام. الذي تفعل هذا هي تطيع الشيطان، وهي تسجد للشيطان. أبت أن تسجد لزوجها، هي تسجد للشيطان، هي تطيع الشيطان وتعصي الرحمن الذي تعاند في هذا، وتقول أن غيرتي تمنعني أن أجلس مع ضرتي وأن أكون هذه تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من توبة وهل من عودة؟ وضحك من كلام عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة تلعب. وانظر إلى هذا الموقف الآخر مشاهدينا الكرام. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر. سهوتها بمعنى يعني السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليل، شبيه بالمخدع والخزانة، وهو يعني كأنها غرفة خاصة بعائشة رضي الله عنها وأرضاها في سهوتها. طبعا لا نظن هناك غرف وقصور كما يزعمون الناس، لا، إنما هي كلها 16 ذراعا في 4 أذرع بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يكون هناك زاوية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال في سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر، جاءت رياح كشفت الستر عن بنات لعائشة لعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عائشة؟ لما كشف الستار وجد ألعاب في سهوتها، يعني في زاوية من زاويتها. فقالت عائشة بناتي يا رسول الله. انظروا إلى أيضا عائشة لا زالت صغيرة ولديها ألعاب، وهذا أيضا من حسن الإسلام. ما منع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها زوجة نبي
شوف. قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان، فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأت نواجذه. الله الله على هذا الموقف، والله على هذه الابتسامة الجميلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو مبتسما منشرحا منبسطا، نسأل الله ذلك. قولوا آمين. اللهم أرنا وجه رسولك صلى الله عليه وسلم مبتسما يا أكرم الأكرمين. قالت فضحك حتى رأيت نواجذه، فكم أدخلت تلك الضحكة منه صلى الله عليه وسلم من السرور على قلب زوجه، وكم كان لتلك المداعبة من الأثر الحسن على مشاعرها. يعني شوفوا هذا الموقف الجميل، بالله ماذا ستقولون؟ هذا نبي كريم خير البشر، قائد عظيم يقود الدولة ويخوض المعارك ويحكم بين الناس ويفتي، وإمام جامع وخطيب ومشغول بقضايا الأمة الصغيرة والكبيرة، وهو يأمر وينهى في بيت مال المسلمين، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يدخل على زوجته يكشف الستار فيرى لديها ألعاب، ثم يبدأ يناقشها: ما هذا يا عائشة؟ كيف لفرس أن يكون له جناحان؟ ثم هي تناقشه وتقول له: ما سمعت لسليمان له جناحان؟ فالنبي عليه السلام يضحك لها ويستغرب ويتعجب من ردها. وهكذا يكون هذا الحوار بين الزوجين، ويقدر النبي عليه السلام صغر سنها ويبتسم لها حتى يدخل على قلبها البهجة والفرحة والسرور. اليوم نسمع أن رجلا لم يتكلم مع زوجته 3 أشهر، هي تنام في سرير وهو ينام في سرير، وأحيانا يمر عليهم سنة كاملة لا هو الذي طلقها ولا هو الذي صالحها. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء هم يعملون عكس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك أساليب في تأديب المرأة، ولكن ليست بهذه الصورة التي نراها من قبل الناس من الهجر الذي يؤدي والعياذ بالله إلى حالات نفسية. لم تأتي الشريعة بمثل هذا، إنما جاءت الشريعة من أجل بناء الأسر، من أجل بناء الأسر، من أجل رسم البسمة، من أجل أن تكون هذه الأسر والبيوت مقر للسكن والراحة. فرجل يهجر زوجته 3 أشهر وهي أيضا تكون سيئة الخلق معه، كيف سيكون هناك سكن؟ والله عز وجل يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. أين السكن؟ أين الراحة؟ سيكون بيتك هو محل الكآبة والحزن، ومحل والعياذ بالله الضرر. ولذلك ينفر الرجل وتنفر المرأة أو تطلب الطلاق ويحصل الهدم وينبسط الشيطان. بدأنا رسالتنا هذه اليوم بالضحك، ونختمها أيضا بالضحك، فنقول: تبسموا في وجوه إخوانكم، وفي وجوه زوجاتكم، وفي وجوه أخواتكم، وفي وجوه المسلمين، بل حتى غير المسلمين. تبسم في وجهه وأعطي صورة طيبة عن هذا الدين، أنه دين رسالة سلام. ولا تقل أنا مشغول وعندي هموم كثيرة، فلن تكن أكثر شغلا من رسول الله، ولن يكن عندك هما أكثر، ولن تكن أنت أخشى ولا أتقى ولا أقرب من الله عز وجل أبدا أبدا أبدا. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، فتبسموا.